اكثر لاعب ممكن اننا ندويو عليه حاليا واللي كاين في اللائحه النهائيه ديال محمد وهبي، واللي خصنا ولا بد اننا ندويو عليه، واللي هو عيسى ديوب. عيسى ديوب اللي من طبيعه الحال الا جينا نهضروا على هذا السيد هذا اللي لا رجعنا ليامات ديال ايرفي رونار من 2017، اللي كان ديك الساعه الناخب الوطني في ديك الوقيته كان باغي يجيب عيسى ديوب باش انه يولي يلعب مع المنتخب المغربي كمدافع. ولكن سي عيسى ديوب في ديك الوقيته اللي كان في اوج العطاء ديالو مع الانديه الفرنسيه، يعني دافع علينا كبير، كان كيقول لك بانني انا غادي نكون منافق الا كنت غادي نقول لك بانني انا غادي نمثل شي فريق ولا شي منتخب اخر من غير فرنسا. سيري ايام وجي ايام باش تقلب الايه، وباش عيسى ديوب حتى ولا في العمر ديالو 29 سنه عاد ولا كيشوف راسو بانه محتاج يمثل واحد المنتخب، ومحتاج انه يكون داخل واحد المنتخب اللي غادي لكأس العالم. ماشي غير هذا الشيء، بل شاف انه هذا المنتخب هذا اللي غادي يمثلو كان وصل واحد المره لنصف النهائي. هذا السيد هذا اللي من طبيعه الحال كان في واحد الوقيته ما كانش باغي يلعب نهائيا مع المنتخب المغربي. نقدروا نقولوا بانه كاين بزاف ديال اللاعبين اللي كانوا بحاله، كانوا بزاف ديال اللاعبين اللي كانوا حتى هما ناويين انهم ما يلعبوش مع المنتخب المغربي، سواء في ديك الوقيته زياش، سواء دياز حاليا بنفسه، سواء بزاف ديال اللاعبين اللي من طبيعه الحال ما كانوش باغيين يلعبوا مع المنتخب المغربي. ولكن من بعد سواء نقدروا نقول اغراءات او شيئا من هذا القبيل، ولا حتى كيفاش تواصلوا معهم المدربين، من بعد بدلوا الاراء ديالهم باش انهم يبغيو يمثلوا المنتخب المغربي، ولكن ماشي حتى لهاد الدرجه هذه. الا جينا نشوفوا الماضي ديال عيسى ديوب اللي حاليا كيلعب مع نادي فولهام، واللي من طبيعه الحال دابا حاليا وانا كنصور هذا الفيديو هذا اللاعب هذا اللي ما محققش الرسميه ديالو مع هذا الفريق هذا، وفي اغلب الاحيان كيلعب كبديل من طبيعه الحال. فهاد اللاعب هذا من بعد ما يأس بانه يقدر مستحيل انه يمثل المنتخب ديال الديوك فرنسا، اليوم قرر باش انه يمثل المنتخب المغربي. واش مزيان ولا ماشي مزيان؟ من طبيعه الحال الا جينا حنا كمغاربه سولنا على شكون هما اللاعبين اللي كاين في الدفاع، بزاف منا غادي نقولوا باننا محتاجين ليه حاليا. ما عندناش البديل، ما عندناش لاعبين اللي يقدروا انهم يمشيو معنا لكأس العالم. الاغلبيه ديال اللاعبين حاليا الا جينا ندويو على اكرد اصابه، الا جينا ندويو على الياميق متلفه، الا جينا ندويو على ماسينا بلا فريق، الا جينا ندويو على سايس اللي اعتزل مؤخرا واللي كان شحال هذا باغينو انه يعتزل، يعني بزاف ديال الامور اللي تبدلات. دونك حاليا الا جينا نشوفوا مع محمد وهبي الاغلبيه ديال اللاعبين اللي جاب دابا لاعبين اللي مازالين صغار، لاعبين اللي بدون خبره. دونك فالتجمع هذا بالضبط الا جينا نشوفوا الدفاع ديالنا غادي نلقاوه بانه فيه بزاف ديال اللاعبين اللي صغار. وإلا جينا نشوفوا عيسى ديوب هو اكبر مدافع حاليا عندنا في المنتخب المغربي. من طبيعه الحال واش حنا محتاجينه؟ محتاجينه. علاش؟ لاننا ما عندناش لاعبين، لاننا حاليا ما عندناش. الا جينا نشوفوا عيسى ديوب كون جا يعني حاليا وكان كيلعب كوسط ميدان، مستحيل انه يجي ويلعب معنا، ومستحيل انه بزاف ديال الامور كانت غادي تختلف، لانه وسط الميدان كاين عندنا فيه بزاف ديال اللاعبين وبزاف ديال النجوم اللي سطع التوهج ديالهم وسطع النجم ديالهم مع الفرق ديالهم. دونك حاليا الدفاع ديالنا كارثي. الدفاع ديالنا من طبيعه الحال محمد وهبي كيحاول انه يصنع هذاك الفريق اللي ما كانش مع وليد الركراكي. والا جينا نشوفوا واش هاد السيد هذا صالح لينا ولا ما صالحش لينا حاليا، للاسف عيسى ديوب هو حاليا هو هذاك اللاعب اللي ولا هذيك القطعه اللي خاصنا داخل المجموعه ديالنا، لاننا حنايا ما عندناش دفاع وما عندناش لاعبين في الدفاع وما عندناش حتى لي رومبلاسو ديال الدفاع. دونك محتاجين ليه انه يكون معنا، خصوصا اننا باغيين نمشيو لواحد الحاجه اللي سميتها كأس العالم. من الاخر الاخوان خليونا نكونوا ما نخدموش العاطفه، وخليونا اننا نتفقوا بالرغم من اننا حنايا كمغاربه بكل روح رياضيه ما باغينوش انه يلعب معنا، ولكن للاسف كان ابوك صالحا. فخليو لي الاراء ديالكم في الكومونتير لتحت، شنو بان لكم في هذا الموضوع هذا؟ واش كتشوفوا بان بالرغم من هذا الشيء هذا كامل كتشوفوا بان هذا السيد هذا قادر انه يقدم اضافه للمنتخب المغربي وفي الدفاع ديالو، ولا كتشوفوا بانه لاعب
عادي جدا وما غاديش يقدم اضافه داخل المنتخب. اراء ديالكم كتبوها لي في الكومونتير لتحت.